خلاص بقى سيستم معتاد عليه في نادي الزمالك. الاهلي يتعثر في مباراه في الدوري، تاني يوم مباراه لنادي الزمالك بيساعد النادي الاهلي يقول له لا يا حبيبي ما تتعثرش، احنا معاك، احنا بندعمك. المباراه اللي نادي الزمالك المفروض يفوز فيها علشان خاطر يدخل جو المنافسه مره تانيه، والاهم من جو المنافسه يطمن جمهور نادي الزمالك، او على الاقل يخلي الجمهور عنده ثقه في المدير الفني والجهاز الفني ومجلس الاداره اللي ايده في الميه البارده. مباراه الزمالك والبنك الاهلي اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. انا هنا مش هتكلم على التحكيم خالص، ولا اقول الحكم محمود ناجي حسب ضربة جزاء من وحي خياله ضد نادي الزمالك لصالح البنك الاهلي، ولا اقول الحكم كان مضطهد لعيبة نادي الزمالك او الحكم كان مضطهد نادي الزمالك. قصة الحكم والتحكيم مش هنتكلم عليها في مباراة النهاردة، حتى لو الحكم حسب ضربة جزاء من وحي خياله ضد نادي الزمالك وتسببت في ضياع نقطتين من نادي الزمالك. احنا هنتكلم كتكتيك، لان التحكيم مش هيفيدنا في التكتيك. النهاردة مفيش اي شكل خالص لنادي الزمالك. المباراة اللي الزمالك محتاج يفوز بيها، والمباراة اللي الزمالك لازم يفوز فيها، والمباراة المهمة بعد تعثر النادي الاهلي، والمباراة اللي هترجع الثقة ما بين اللعيبة والجماهير، والمباراة اللي هترجع الثقة ما بين الجمهور والمدير الفني، والمباراة اللي احتمال ترجع الثقة ما بين الجمهور ومجلس الإدارة. مباراة الزمالك والبنك الأهلي مفيش شكل خالص لنادي الزمالك، مفيش تكتيك خالص لنادي الزمالك. اللعيبة بتاعت نادي الزمالك 3/4 لا تصلح انها تعدي من جنب سور نادي الزمالك، مش انها تلعب في نادي الزمالك. وفي كل مباراة هنحلل هنقول نفس الكلمتين دول. هل بسبب المدير الفني بس؟ لا، اللعيبة والجهاز الفني مشاركين في الكوارث الفنية اللي بتحصل في نادي الزمالك. ده غير مجلس الإدارة، ده خلاص احنا رمينا طوبته بنعتبره مش موجود. لعيبة وجهاز فني. المدير الفني لنادي الزمالك فريرة. انت ما تعرفش ان الزمالك ده نادي بينافس على بطولات؟ يعني كل موسم بينافس على بطولات، يعني كل موسم المفروض ان هو يفوز ببطولات. ده مش شكل مدير فني خالص بيمسك فريق بينافس على بطولات. ده يمسك مثلا، مش هقول البنك الاهلي ولا اقول سيراميكا كليوباترا ولا اقول انبي، انا مش عارف اقول للمدير الفني لنادي الزمالك يمسك ايه. كل الفرق في الدوري المصري بتلعب كوره ما عدا نادي الزمالك. كل الفرق في الدوري المصري بتأدي في الملعب ما عدا نادي الزمالك. النتيجة دي ملهاش علاقة خالص بالأداء، انت بتأدي اللي عليك، بس النتيجة دي بقى توفيق وعدم توفيق. انما انت مش بتأدي اللي عليك ولا في نتيجة ولا في توفيق، طب احنا نعمل لك ايه؟ ندعمك اكتر من كده ازاي؟ طول المباراة استحواذ كامل للبنك الاهلي، طول المباراة ضغط عالي على دفاع نادي الزمالك من البنك الاهلي، طول المباراة خطورة لعيبة البنك على لعيبة نادي الزمالك وعلى نادي الزمالك. طب في المباراة اللي شبه دي المفروض مين اللي يكون بيضيع كور؟ مين اللي بيضغط ضغط عالي؟ مين اللي بيغلط المنافس بتاعه؟ نادي الزمالك، لانه محتاج يفوز في المباراة دي للاسباب اللي احنا قلناها. الثقة ما بين الجمهور ومجلس ادارة نادي الزمالك، الثقة ما بين الجمهور والجهاز الفني، الثقة ما بين اي حد خالص بيشجع نادي الزمالك. يا جدعان نادي الزمالك ده نادي بطولات. حسين لبيب مش هنتكلم عليه لان احنا قلنا رمينا طوبته ومجلسه بالكامل مش موجود. طب الجهاز الفني وجون ادوارد، يا عم جون ادوارد المباراة الاخيرة لنادي الزمالك الجمهور طالب برحيل فريرة. يا عم جون ادوارد المباراة اللي فاتت الجمهور شتمك بسبب المدير الفني اللي انت جايبه. هل بعد مباراة الزمالك والبنك الاهلي والكوارث الفنية اللي حصلت النهاردة فريرة هيكمل في نادي الزمالك؟ يبقى عليه العوض بقى في نادي الزمالك. يبقى جمهور نادي الزمالك اللي بيتحرق دمه على السوشيال ميديا وفي الفضائيات وفي الشارع علشان خاطر بيدافع عن نادي الزمالك يبطل تشجيع نادي الزمالك ويبطل تشجيع كوره بقى، طالما مجلس اداره نادي الزمالك دي هوايته ان هو يكره جمهور نادي الزمالك في تشجيع نادي الزمالك، يخلي الحاجه الوحيده اللي بيعملها جمهور نادي الزمالك طول حياته اللي سنظل اوفياء وعلى الحلوه والمره معاه وهندعمه يبطلها خالص، علشان خاطر الاداء اللي بيأديه نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك والجهاز الفني في نادي الزمالك. جمهور الزمالك مش طالب من اللعيبه انها تفوز في كل مباراه، جمهور الزمالك طالب من اللعيبه يأدوا برجوله في كل مباراه. مش مهم النتيجه تكون عامله ازاي، بس يشوفك بتأدي، يشوفك بتدافع عن
اسم وكيان نادي الزمالك. انما انت لا بتأدي ولا بتفوز ولا ليك اي صفه تدل ان انت لاعب كره اساسا ولا ان انت تحمل اسم الجمهور ده، يبقى قلتك احسن. بتطالب بالملايين دي ليه؟ ونشوف لاعيبه لا بتقدم بطولات لنادي الزمالك ولا بتأدي في الملعب ولا ليها اي شكل ولا مسانده لنادي الزمالك، وبيطلبوا بالملايين عشان خاطر يجددوا عقودهم. طب مجلس اداره نادي الزمالك وعرفنا دوره في نادي الزمالك، اللاعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك وعرفنا دورها، المدير الفني لنادي الزمالك ده شكل مدير فني يمسك فريق بينافس على بطولات؟ يعني اللي ماسكين الاداره في نادي الزمالك دول، انتوا ماسكين الاداره في نادي الزمالك علشان الزمالك يفوز ببطولات ولا علشان خاطر مصالح تانية والزمالك يوصل للحاله اللي هو فيها دي؟ لاول مره في تاريخ نادي الزمالك يكون في فجوه ما بين اللعيبه والجمهور والجهاز الفني والجهاز الاداري. لعيبه نادي الزمالك في الملعب ما عندهاش روح ولا عندها منافسه ولا عندها غير على التيشيرت اللي هي لابساه، ولا بتحاول انها تفوز في المباراه. يعني احنا في فترات كنا بنشوف الزمالك متعثر فيها وبيأدي اداء كارثي في مباريات، بس في اخر الثواني بتاعت المباراه تلاقي اللعيبه كلها بتهاجم، اللعيبه كلها بتضغط، اللعيبه كلها عايزه تفوز ايا كانت النتيجه بتطلع عامله ازاي. واوقات كتير كان الزمالك بيفوز في اللحظات اللي شبه دي. انما النهارده الزمالك لا حول الله ولا قوه، لا اداء ولا روح ولا منافسه ولا اداره فنيه ولا جهاز فني ولا جهاز اداري ولا مجلس اداره، والجمهور طول المباراه عمال يرج في الاستاد، ولا حياه لمن تنادي.